مساء الخير أصدقائي، يا رب تكونون بخير. طبعا قبل كل شيء، قبل ما أبدي أحكي، شباب بنات اللي عنده ذرة شرف من الغيرة وعنده خوف على أعراض العالم يشارك هذا الفيديو ويساعد بنشر هذا الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي. طبعا اليوم عندنا موضوع انتشر من أول بارحة أو البارحة لحد اليوم، موضوع البنية نبأ الجبوري. نبأ الجبوري بنية حالها حال 75% من البنات. طبعا قبل كل شيء بداية الفيديو أنا راح أحكي عن البنات والولد، ما أعم لا حد يجي يقول لي عميت، أحكي عن 75%. أوكي. نبأ الجبوري حالها حال، طبعا احكي شوية على السريع حتى لا أطول عليكم. حالها حال 75% من البنات اللي موجودات اللي تحب شخص. دائما البنية يكون عقلها مو كلش كبير صغير، من تحب شخص وتأمن به صور فيديوهات. اغلب البنات اللي راح يتابعوني او الشباب اللي راح يتابعوني يعرفون انا ايش اقصد وشنو طبيعة علاقاتهم. اجيت وطبلت وصارت طبعا، وقبل كل شيء طبعا سواء البنية عايشة او ميتة ما اعرف، اكو آية قرآنية تفسيرها يقول: من قتل نفسا بغير حق فانما قتل الناس اجمعين. المعنى مالتها مو نص الآية، لان اني مو فيلسوف ولا ابو دين دا اتفلسف براسكم. القصد احنا عيب علينا كعراقيين كمجتمع عراقي ندعي الغيرة، ويطلعوا لي بمواقع التواصل الاجتماعي على برنامج الصدمة: العراقيين هالغيرة، العراقيين هالغيرة. حبيبي وين الغيرة؟ وين الغيرة بالموضوع؟ صار يومين 4000 بوست على البنية ومسوين صفحات باسم البنية، زين، وتنشرون فيديوهاتها وصورها. وين الغيرة؟ زين، الغيرة عند المصريين. أربع مرات بدلوا حكوماتهم، الفساد واصل لي راسهم، وهم بالإعلام أهل الأزهر وجامع الأزهر والمصر ومصر. ذولا هالغيرة، مو احنا هالغيرة ملتهي الناس تفضح الناس. زين، انت لو عندك عرض ولو عندك شرف وتخاف على عرضك وشرفك ما ساهمت بفضيحة هاي البنية، وثق انه رب العالمين راح يفضحك بعرضك كائنا من تكون. تستشرف تبيع مثاليات، مسوي روحك شريف، وانت نفسك البنية الله ما سترها. زين، وانت نفسك لو الله يشيل ايده عنك ويقرر ما يسترك، انا متأكد كل بشر اذا يقعد ويا نفسه ويغمض ويتذكر باخطاءه وبسلبياته وبفضايحه اللي الله ساترها، كلش راح تلقى هاي البنية انظف من عندك او انظف من عندك. بس كلنا عندنا اسرار وعندنا فضايح الله ساترنا. زين، الله اذا قرر يفضحنا يفضحنا، الله ساترنا. فكلنا عندنا اعمال مخجله احنا نخجل منها اذا نقعد بس نفكر بها، واصلا اكو ناس حتى بالتفكير تستحي ما تريد تفكر باللي هي سوتها بحياتها. زين، ماكو انسان نبي وماكو انسان معصوم. البنيه غلطت، البنيه صورت، البنيه طلع عندها صور، الله يسامحها الله يهديها، ما علينا. ليش دا تفضحها؟ ليش دا تنشر فيديوهاتها؟ ليش دا تنشر صورها؟ ليش صفحات صارت باسم نبأ الجبوري؟ انتو شبيكم يا عالم صاحين لو شنو؟ بس فهموني. لك بابا انت دا تنشر ودا تتباهى، عرضك امك باكر عقبه ضعفت الله ضعفها، راحت حبت واحد. زين، والواحد طلع مو خوشادمي اخره من عندك، مع احترامي يعني لللفظه لا تاخذوني لان والله محروق دمي. زين، وقاموا نشر صورها وفيديوهاتها. تدري شو يصير بيك انت؟ تتمنى القاع تنشق وتبلعك. زين، فكافي عاد، كافي تخلف يا غيره دا تحجون بيها انتو يا غيره. بس فهموني، شعب ميت على الفضايح. 75% من بنات العراق ومن شباب العراق عندهم سلبيات واخطاء، والبنات مسويات نفس الشيء او اكثر، بس الله استرهم ما فضحهم. 75% مداعم، والشباب كذلك. انتو الجيل الجديد جايني مخصل وجايني مالط وجايني مسوي ليزر. زين، انت والبنية خوات، ما انتقدك اني ولا لي علاقة بيك، بس اعرف 3/4 هاي السوالف من جوا راسكم والفضايح اللي تصير. كافي، عيب عليكم. عندكم اعراض، عندكم خوات، فكروا بيهن شوية. البنية سوت غلط، يعني قبلها هذا الولد ابو الدارسين انذبح من ورا من ورا التطبيل مال فيس والنشر مالتكم. قبلها هاي بنية شروق من الحلة ما ادري شنو، اللهم عافينا، عاهرة او داعرة النفسها يا اخي لا تشترك بفضحها. وهسه نبأ الجبوري 4000 بوست خلال يومين. ليش يا ظلام النفس؟ من الله ينكب كل واحد بعرضه للي فضح هاي البنية، الله ينكبه بعرضه ان شاء الله. زين،
يعني هسه البنية مو زينة على عيني وراسي، عملها مشين على عيني وعلى راسي، انت دا تفضحها ليش ابويا؟ ليش هسه البنية اذا انقتلت والله دمها برقابكم. الله يغفر، الله طبب مرة زانية تشتغل عاهرة للجنة لين شربت تكرمون كلب مي بحذائها بالصحراء، غفر لها ودخلها الجنة. دا تيجي انت ما اعرف اصلك من فصلك من شروخك قاعد تزاود بالشرف وتحكي لك. انت تدري هسه بيتك شكو؟ تدري امك واختك ايش يسوون؟ كليتنا احنا على فكره ما دا احكي عليهم بس، حتى اني حتى غيرنا، صديقي اخويا ابن عمي، كلنا احنا نعرف شكو ببيوتنا يصير، نعرف خواتنا ان الظاهر امي تصلي اختي تصلي، ما اعرف مو امي مو زينه واختي مو زينه او ديك مو زينه او ديك مو زينه، بس اعرف البنيه من تحب ما تفكر بعقلها تفكر بقلبها. دي الصوره مكالمه فيديو زين. انت اذا هسه اليوم فضحت هاي باكر عقبه الله ايش راح يسوي بيك؟ ايش راح يضربك بعرضك؟ كافي عاد نحكي بالغيره، احنا عراقيين رب مال فضايح، ندور فضايح زين. يعني بالقران المجيد سالفه تحرق الدم 4000 بوست خلال يومين وبيجات باسم هاي البنيه. ليش؟ البنيه غلطت يعني انتوا تفضحوها؟ زين انت نفسك بدك تفضح بيها. انت تدري شو مسوي بحياتك والله ساترك؟ كافي عاد عيب عليكم. استحوا صارت 3 ضحايا شروق وابو الدارسين وهسه نبأ الجبوري يروحون بسبب هذا الموضوع. المزين النفسه اللي يريد يداحر نفسه لا تشاركون بفضيحه شخص زين، لان باكر عقبه الله يضربك انت بعرضك زين. وكافي عاد عيب عليكم عيب. وانت المخصل والصابغ والمالط ومسوي ليزر وقاعد تبيع شرفيات بالفيس، روح شوف نفسك وروح غطي روحك. ما اريد احكي اكثر، انا اشكركم اطلت عليكم، بس راح انشر هذا الفيديو باسم فضيحة نبأ دا اشوفكم ايش قد ناس راح تشوفه، لان كليتنا شعب نحب الفضايح واحنا ما لنا علاقة لا بالغيرة ولا شيء، مجرد غيرة العراقي ها استرجل على امه وعلى اخته، وين رايحة للسوق ايش عندك؟ هاي صارت عنده غيرة وانت قاعد تفضح ببنات العالم على الفيس. آخر كلمة أقولها، الله ينكب كل بنية وكل شاب بعرضه وبشرفه وبصحته اللي شارك بفضيحة هاي البنية وشارك بالفضايح اللي قبلها. ويا ربي الله يستر على كل واحد نظيف وطيب وما يمس أعراض العالم بكلمة. وكلش أشكركم، كان وياكم أخوكم الفهداوي، ورجاء اللي عنده غيره يتابع ينشر هذا الفيديو بكل مواقع التواصل الاجتماعي. مع السلامة.